صباح الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده ميعادنا مع تصحيح امتحان الدعامه والحركه والهرمونات النموذج A و B اللي حليناهم في الاسبوع اللي فات. يلا معانا نبتدي في الاول بالنموذج B. بيقول اي من عظام الشكل المقابل ينتمي الى الحزام، احنا عدلناها مع بعض في القاعه، الحزام الطرفي. اللي بينتمي للحزام الطرفي هيكون مين؟ لوح الكتف والترقوه 1 و3. عظمه محوريه تتصل من ناحيه بمفصل زلالي ومن ناحيه بمفصل غضروفي. الفقرة الثانية العنقية فوقيها زلالي تحتيها غضروفي، لكن ظهرية فوقيها وتحتيها غضروفي، والعنقية فوقيها وتحتيها زلالي. عظمة لوح الكتف لا، الناحيتين بيكونوا غضروفي. مين ما بينهم تكامل ايجابي؟ البرولاكتين والاكسيتوسين. انت تكون اللبن، انا انزل اللبن، لكن اللي ما بينهم الباقي راجعة سلبية. اللي بعد كده رقم 4، من خلال الشكل المقابل حدد المنطقة التي يؤثر عليها هرمون الأكسيتوسين. هرمون الأكسيتوسين بيأثر على البطانة ولا جدار الرحم؟ لا، جدار الرحم، يبقى سي هي الإجابة. الأيون الناقل للسيال العصبي من خارج الليفة العضلية إلى داخلها، ده الصوديوم اللي بيدخل جوه، لكن الكالسيوم ده اسمه من الليفة العصبية للعضلية. المحفز لهرمون الأدرينالين الأسيتايل كولين، لأنه بيحفز له سيال عصبي. أي البدائل التالية الأقل عددا؟ الفقرات العنقية 7، رسغ اليد 8، عظام الجزء المخي 8، الفقرات المتمفصلة 24، يبقى الأقل خالص ألف اللي هي الفقرات العنقية. اللي بعد كده، لو نقص الهرمون المؤثر على الخلايا الحويصلية اللا قنوية. مين الخلايا الحويصلية اللا قنوية؟ ده الثيروكسين. الهرمون اللي بيأثر عليه يبقى التي اس اتش. لو نقص التي اس اتش يبقى هينقص الثيروكسين، ممكن يجي كده ايه؟ ميكسوديما. 9، ايه نتيجة الكسر اللي بيكون في العظمة ديت؟ عدم القدرة على دوران الساعد، مش عارف الف ايدي. عدد المفاصل اللي بتصنعها الفقرة الظهرية الواحدة 4. ازاي؟ مفصل مع الفقرة اللي فوقيها، مفصل مع الفقرة اللي تحتيها، مفصل مع الضلع اليمين، مفصل مع الضلع الشمال، لان هو بيقول لك ظهرية. اي الهرمونات التالية يزيد من ضغط الدم وايه كمان؟ قال لك وضربات القلب، ماشي، وايه كمان؟ قال لك وتركيز ثاني اكسيد الكربون. يبقى ده كل ده الادرينالين حالة الطوارئ. عندما تزيد اسموزية الدم، يعني زادت الذئبات، فإن ذلك يستحث الهرمونات. مين اللي هيطلع؟ الاي دي اتش. طب الاي دي اتش لما يطلع تركيز البول هيبقى كتير، كميته قليلة، فين يزيد يقل؟ دي اهي ب، عشان بيعمل اعادة امتصاص الماء. فين بتبتعد الروابط المستعرضة عن بعض وانا برجع لوضع الراحة؟ فين هي؟ من سيل دي. النسبة بين فقرات العنق اللي هي 7 ورسغ القدمين 14. 7 ل 14 اللي هي كام لكام؟ 1 إلى 2. عند تناول وجبة غنية بالأملاح، ماشي، فإن يزداد ال ADH، أيوه، يزداد الألدوسترون، لا بالعكس ده هيقل. يبقى الإجابة هنا ألف. الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية الأنثوية بشكل غير مباشر اللي هو الاف اس اتش، مسؤول عن إيه في الذكر؟ عن تكوين الحيوانات المنوية أو الأنيبيبات المنوية مش الكلوية. العلاقة بين النتح واكتساب الدعامة الفسيولوجية، كل ما يبقى عندي نتح كل ما يبقى عندي دعامة؟ لا، يبقى الإجابة العلاقة بينها ما سوري عكسية. أي العبارات التالية صحيحة؟ جميع المفاصل تحتاج إلى أربطة، لا الليفية لا. جميع المفاصل تحتوي على غضاريف، لا الليفية لا. جميع المفاصل الليفية في الجمجمة، لا برضه، ما بتكلمني ازاي؟ جميع الغضاريف الهيكلية لا تحتوي على أوعية دموية، أيوة وهي الإجابة. 19، كم عدد أنواع الحركة التي توجد في الساركوبلازم؟ 1 اللي هي إيه؟ الدائبة. ما اسم الهرمون صاد اللي رايح عشان يحرر البويضة؟ ده مين هو ده؟ ده ال اتش. حدد مدى صحة العبارتين التالتين في المنطقة المشار إليها بإيه؟ اللي هو بره سالب وجوه موجب. تزداد الصوديوم للخارج؟ لا ده للداخل، ثم يعود مرة أخرى للداخل؟ لا ده للخارج، يبقى الاتنين غلط. مصدر إفراز الأكسيتوسين من خلال الرسم، مصدر إفراز اللي هو الخلايا العصبية المفرزة رقم 1. قارن بين الحويصلية القنوية واللا قنوية من حيث تواجدهما بالجسم. الحويصلية القنوية فين؟ البنكرياس. اللا قنوية فين؟ الدرقية. اسم الهرمون المؤثر على كل منهما. الحويصلية القنوية مين؟ السكرتين وكوليسيستوكاينين. طب الهرمون المؤثر على اللا قنوية هيكون مين؟ التي اس اتش 24.
قارن بين الاشكال س وصاد وعين من حيث الحرف الدال على كل منهم. يعني ايه الحرف الدال على كل منهم؟ اي ولا ايه ولا اتش؟ وماذا يحدث لهم اثناء الانقباض؟ مين اللي فيها الخيوط الداكنه والخيوط المضيئه؟ يبقى دي مين؟ دي الاي. طب وصاد دي مين؟ دي الاي. طب وعين دي مين؟ دي الاتش. طيب ماذا يحدث لهم اثناء الانقباض؟ س تظل كما هي، صاد تقل، عين تقل او تنعدم. وضح. الغدد الثدييه تتاثر بهرمونين استرويديين وهرمونين بروتينيين. مين هما الهرمونين الاسترويديين؟ الاستروجين والبروجسترون. والبروتينيين البرولاكتين والاكسيتوسين. افكار النموذج الاول خلصت، تعالى على التاني. النموذج التاني بدأ يا شباب بيقول لك المفصل المتكون بين سلميات اليدين وراحة اليد. اللي ما بين السلميات والراحة زلالي محدود؟ واسع؟ لا طبعا. وغضروفي برضو لا، وليفي برضو لا. يبقى الوحيدة اللي تنفع ألف. أي الحالات المرضية التالية يصاحبها فرط الشهية وإفراز ADH كتير، تضخم جحوظي. طب ليه؟ فرط الشهية ده بيجي من فين؟ من الحرق الكتير والأكسدة الكتير. طب السكري الكاذب ADH قليل، تضخم بسيط وقمائي، هيكون ADH قليل لأن مفيش أساسا فرط الشهية. من خلال الشكل المبين المقابل حدد سبب ثبات الضغط ما بين النقطتين B و C. النقطة ما بينهم الضغط داخل الليفة ثابت، ده بسبب ايه؟ تمام ارتباط ولا تداخل الميوسين على بعضه ولا تداخل الاكتين على بعضها؟ لا، هي تمام الارتباط ما بين الاكتين والميوسين بالكامل. طيب في واحدة أدق منها، تلامس خيوط الزد مع الميوسين، إنها ضغطت على الآخر فمفيش مكان تاني تخش. يتأثر الكبد بشكل غير مباشر بالثيروكسين. ليه؟ وهو لما هيزيد هيعمل لك إيه؟ زيادة امتصاص السكريات الأحادية. السكريات دي هتروح تتخزن على نسبة جلايكوجين، لكن انسولين، جلوكاجون، ادرينالين كل ده بتتأثر بشكل مباشر. من خلال الجدول المقابل يمكن استنتاج وجود خلل فين؟ ممكن استنتاج وجود خلل فين يا حته؟ استنى كده. انا عندي التي اس اتش ماله دلوقتي؟ التي اس اتش نسبته نورمال، لكن الثيروكسين مش طالع. يبقى المشكله فين؟ في الدرقيه اللي هي وجود خلل بالغده الدرقيه نتيجه نقص اليود. اللي الف سوري. يؤثر هرمون ال اتش على مين بشكل غير مباشر؟ على بطانه الرحم. ليه؟ هو بيأثر على تفجير حويصلة جراف فيطلع لك الجسم الأصفر اللي يجيب هرمون البروجسترون اللي بيعمل على زيادة سمك بطانة الرحم. يبقى هو بيأثر على الحويصلة بشكل مباشر. غير مباشر البطانة. أيض النشويات بطريقة غير مباشرة يكون بتأثير من قشرة غدة النشاط. فين؟ سوري، الغدة النخامية أنا آسف. ليه؟ أيض النشويات ده كورتيزون. طيب ده بشكل مباشر مين اللي بيطلع الكورتيزون؟ ال ACTH. طب لو قال لي بشكل مباشر مش هتبقى قشرة غدة النشاط، هتبقى قشرة غدة الانفعال. أي الهرمونات التالية له مستقبلات خاصة على الألياف العضلية صاد اللي هي الملساء. مين اللي ليه مستقبلات على الملساء؟ ال ADH عشان يعمل على ارتفاع ضغط الدم. الحالة اللي قدامنا قماءة بتيجي نتيجة نقص هرمون الثيروكسين اللي هي ب 10. من خلال المخطط المقابل حدد وقول لنا الافراز اللقنوي اكس، عضو واحد طلع افراز لقنوي عشان العضو 2 يرمي له افراز قنوي. مين دوت؟ ده العلاقه اللي ما بين البنكرياس والامعاء. ايه الافراز اللقنوي؟ السكريتين والكوليسيستوكاينين. طب ومين الافراز القنوي؟ العصاره البنكرياسيه. هو عايز الافراز اللقنوي السكريتين. أي العظام التالية يشارك بالنتوئين الكبيرين في صنع مفصل زلالي محدود حركة؟ الفخذ. تمام؟ الشكل المقابل يمثل مفصل ايه ده؟ الارتكاز بتاع الكورة جوه راس، ده ممكن يكون مفصل الفخذ أو الكتف. الإجابة ده اللي هي الإجابة. أي الثنائيات التالية غير متساوية عدديا في ضوء دراستك؟ الإجابة ده اللي هي كانت الكتف. عايز حاجة غير متساوية. رسغ اليد 8. هرمونات الغدة النخامية اللي علينا في المنهج 8، عدهم كده: GH، TSH، ACTH، برولاكتين، أكسيتوسين، FSH، LH، ADH. الأندروجينات المفرزة من الخصية 2. والحزام الحوضي 2. عظام الحوض 4. الهرمونات الممثلة في ثبات الكالسيوم 2. كالسيتونين باراثرمون، دول اللي مش قد بعض.
عظام رسغ القدم 7. الفقرات العنقية 7، يبقى الوحيدة اللي مش متساوية ج. 14. من خلال الشكل المقابل حدد الفترة اللي هيزيد فيها الثايروكسين وهيزيد فيها الانسولين على الترتيب. الثايروكسين ده بيعمل ايه؟ يبتدي ان هو يمتص السكريات الاحاديه، يبقى بعد الاكل اللي هي الفتره س. طب وصاد هيبتدي يوطي السكر الانسولين، يبقى الاجابه هنا س صاد. حدد اسم الهرمون س اللي طالع من هنا عشان يعمل لنا رجعه سلبيه. مين الهرمون اللي هيكون طالع من الحته ديت؟ ده الاستروجين والبروجسترون؟ لا ده البروجسترون. اللي بعد كده الضلع المتصل بالفقره المنصفه للعمود الفقري اللي هو الفقره 17. الضلع ده اللي هو الضلع الكام؟ العاشر. انت بتنقص 7 العنقيه. حدد مدى صحه العبارتين التالتين. تزداد نفاذيه ايونات الصوديوم اثناء الاستقطاب، لا اللا استقطاب، وكذلك تزداد نفاذيته اثناء عوده الاستقطاب، برضو غلط، يبقى العبارتين غلط والاجابه ب. اي انواع الحركه يشترك فيها نبات فينوس صائد الذباب والإيلوديا؟ كده كده في دائبه بس ولا موضعيه؟ وفي موضعيه، الانتحاء، في عندك اللمس، في عندك لا الإيلوديا ما فيهوش، الانتحاء موجوده. العلاقه ما بين الاس تي اتش وايونات بوتاسيوم البول، هو لما يزيد الاس تي اتش هيزيد الالدوستيرون. الالدوستيرون ده كان بيعمل ايه في بوتاسيوم البول؟ بيزوده، يبقى العلاقه ما بينهم علاقه طرديه. الهرمون الذي يؤثر على نقل السيال العصبي مين هو؟ الباراثرمون. لما بيزيد كالسيوم الدم فينقل السيال العصبي اللي هو الاسيتيلكولين، تحرير النواقل من الحويصلات الكيميائيه. ماذا يحدث عند وضع خليه نباتيه تركيزها 20% في محلول تركيزه 40%؟ هتعمل ايه دلوقتي؟ ميه الاولانيه اكتر، يبقى تفقد دعامتها الفسيولوجيه. يترسب على بشره المجموع الخضري، بشره المجموع الجذري للنبات السليلوز، موجوده معاك في القشره وفي البشره كمان، لكن مفيش طبعا الكيوتين تبقى الاجابه لو قال لك بشره المجموع الخضري. الاشكال س ص ع تمثل قطاعات عرضيه في الليافه عضليه اثناء السباق. اي القطاعات التاليه تلاحظها عند انقباض العضلات التام؟ هلاحظ س وصاد. مع التفسير ستنعدم عين لان المنطقه الاتش تنعدم عند الانقباض التام نتيجه تلامس خيوط الاكتين مع بعضها البعض. قارن بين الحويصليه القنويه واللا قنويه من حيث تواجدهما بالجسم. قنويه في البنكرياس، لا قنويه في الدرقيه. افراز كل منهما. القنويه العصاره البنكرياسيه الهاضمه، اللا قنويه الثايروكسين. وضح اسماء التراكيب 1 و2 و3. 2 هو اللي جوه الحته دي، يبقى 2 ده الاسيتيلكولين، 1 ده انزيم الكولينستريز، 3 نواتج التكسير بتاعت الاسيتيلكولين اللي هي اسمها ايه؟ كولين وحمض خليج. تمام، ونتقابل ان شاء الله على خير يا شباب في تصحيح امتحانات جديده. باي باي.